السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم كل متابعين على قناتي على اليوتيوب إبداعات ندى. النهاردة إن شاء الله هنعمل لون طبيعي من حاجات في مطبخنا عشان ما نحتاجش الألوان الصناعية خالص. اللون ده هيغنيني عن أي لون أحمر، أي لون بامبي استخدمه في الوصفات بتاعتي. لون جميل جدا هنطلعه من البنجر أو الشمندر. طبعا في الدول العربية بيقولوا عليه شمندر واحنا في مصر بنقول عليه بنجر. بس مبدئيا كده مادام هتشتغلي في البنجر لازم تلبسي جوانتي، وانا كمان هحط بلاستيك على القطاعة بتاعتي لانه بيعمل لون فظيع جدا، وده كمان هيبقى افضل من الالوان الصناعية اللي بنشتريها. ده هيبقى لون طبيعي من حاجات من مطبخنا، آمنة جدا طبعا ومش مكلفة خالص. بس زي ما قلنا نلبس جوانتي عشان بيبهدل الايد، بيعمل لون فظيع، صبغة كأنه صبغة بالظبط. مبدئيا كده انا هقشره الاول زي ما احنا شايفين كده. هنقطعه طبعا عشان نعرف نتعامل معاه، لان حجم البنجرية دي كبيرة جدا، فايه لو هي صغيرة بقى هعرف اتعامل معاها هي اسهل من كده، بس دي عشان كبيرة هقطعها 4 كده عشان تبقى ايه سهلة التعامل. هجيب عندي طبق وهجيب عندي مبشرة، هجيب عندي طبق بالشكل ده وهجيب مبشرة وهبتدي ابشر البنجر اللي عندي عشان بس الصوت صوت المبشرة. هبتدي ابشر كل البنجر اللي عندي، هبشره بالمبشرة واوريكم هنعمل ايه بعد ما نخلص بشر. كده انا خلصت البنجرية بتاعتي بشرتها كلها ما شاء الله عشان هي كبيرة، عملت لي كمية كبيرة. ابتدت هي بقى تصفي المية بتاعتها، بس انا عايزة اطلع اكتر سائل ممكن عشان هو ده اللون اللي هصفيه واخليه عندي استعمله بقى في الوصفات بتاعتي ويبدل اللون الاحمر. شايفين اللون اللي ابتدى يظهر اهو ده، هستخدمه في حاجات كتير جدا ووصفات حلوه قوي هتعجبكم. بس انا عشان اخد يعني واحصل على كميه اكبر هبيته ليله في التلاجة. يعني انا هحط العلبه دي اغطيها واحطها ليله في التلاجة، وبعدين هنصفيها ونشوف كميه السائل اللي هتطلع لنا قد ايه، وهنشوف الطفل ده او اللي طالع منه ده هنعمل فيه ايه. هنعمل برضو بيه حاجه جميله قوي. بس يلا خلينا نحطه في التلاجة نبيته لبكره ان شاء الله، وبعدين اوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. هنا البنجر بتاعي بعد ما عدى عليه يوم في التلاجة، انا طبعا زودته بس حوالي ربع كوبايه ميه عشان ينزل لي لون اكتر واستفيد بيه اكتر، لان هو مش بينزل ميه كتير. زي ما انتم شايفين كون عندي اللون اهو زي ما قلت لكم. بنجيب بقى عندنا اي برطمان او اي ازازه اللي هتحفظيه فيها وبنصفي فيها اللون بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. شايفين اللون بتاعه مركز وعامل ازاي. زي ما احنا شايفين اهوت اللون مركز جدا جدا، اكتر كمان من اي لون بنشتريه من بره من الالوان السايله. ان شاء الله هجرب بيه وصفات كتير قدامكم وتشوفوا ازاي اللون ده فعلا بيجيب نتيجه كويسه جدا. عايزه اقول لكم بقى ان البشر ده كمان مش برميه، لا ده انا بستفيد منه كتير جدا 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 في وصفات كتير، وفي طريقه تانية هعمل لكم منه الوان برضو حاجات تانية. بس هعملها في فيديو منفصل لان البنات طلبت مني ما اطولش الفيديوهات، فهعمله في فيديو تاني منفصل ان شاء الله. اتمنى بقى لو الفكره النهارده تكون عجبتكم ان شاء الله تعملوا لها لايك وتشيروها مع اصحابكم عشان ناس كتير تشوفها. ولو كنت اول مره تزوروا القناه ما تنسوش تضغطوا على زرار اشتراك او سبسكرايب، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله على قناه ابداعات ندى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.